هتطرش ايه على قلبك النهارده يا سويس؟ هترش. الله يسامحك يا عم وجمعه مباركه. اللي امك تخش الجنه اللي تصلي على النبي. الله يسامحك مش هغلط فيه. المهم، انا عجبتني الكفته بتاع امبارح فرحت جبت نص كيلو لحمه مخرومه وعملتها كفته ب5 جنيه. كانت بقى طبق رز وعملت شويه صوابع بطاطس مع حمير وهاكل واشرب واقول الحمد لله. المهم انا جاي اكلمك على موضوع تاني خالص بقى. موضوع الناس اللي بتستغل الشباب اللي جايه من البحر ولسه طالعه وتاخدها شغاله معاها بالشهر وبالاتنين وتنصب عليها ما تداش فلوس. اساميكم وصوركم عندي بس انا ما بحبش افضح حد. موضوع الناس التاني اللي بتقعد في السكن 15 بني ادم في اوضتين اتنين وكل اوضه فيها 10 وبياخدوا من كل واحد 200 جنيه بيلموا 2000 يورو وجاري الشقه 700 جنيه. هل هذا حلال او حرام؟ ماشي يا عم مشان انت بتعمل كده. يجي الشاب من دول تطلب منك ورقه السكن اللي هي ريزيدنسا ما بتتكلفش الهوا. يوم ما هتتكلف 10 15 يورو بتقول له انا عاوز 1000 ونص. طب ما انت كسبان من وراه. فهل هذا الفلوس دي انت بتقبلها على نفسك ازاي؟ ده وحش من الربا. صلوا على النبي يا جدعان وجمعه مبارك.